اللبن خالي الدسم ده أكبر غلطة كنت بتعمليها والعالم كله كان غلط. الهرم الغذائي الجديد نزل وفيه 4 تغييرات حرفيا هيغيروا كل اللي تعرفيه عن الدايت. اول تغيير هو نهايه حرب الدهون. التوصيات الجديده بتقولك كلي الاكل بطبيعته، الزبادي كامل الدسم واللبن كامل الدسم. جسمك محتاج الدهون دي عشان يمتص الفيتامينات وعشان بشرتك تبقى احسن، ولو عندك مشاكل في بشرتك فده ممكن يكون السبب. زيوت الطبخ، زيت عباد الشمس والصويا والذره لازم يختفوا. البديل اننا نرجع للاصل، السمنه البلدي والزبده الطبيعيه وزيت الزيتون، دي الدهون اللي قلبك وجسمك محتاجها. تالت حاجه ودي فعلا اللي هتفرق في شكل جسمك، نزود حصه البروتين 50%. البروتين هو اللي هيشد جسمك ويمنع الترهلات. رابع تغيير وده الاصعب، السكر المضاف. الحد الاقصى للسكر بقى 10 جرام بس في الوجبه، يعني معلقه سكر واحده او اقل. الاربع حاجات دول لو قدرت تغيريهم هتشوفي الفرق في جسمك. ولو مش عارفه تغيريهم ازاي او مش عارفه تبدليهم بايه، سيبي كومنت في كلمه بديل وهبعتلك بدايل لكل حاجه.